السلام عليكم. عاملين ايه؟ دلوقتي هنتكلم على فيديو مهم جدا. سؤال جالي من الناس المتابعين معايا، من اكتر من شخص فيهم، وكان بطريقة ملحة، وهو فعلا سؤال مهم. فحبيت ان انا اعمله فيديو عشان اكبر كم من الناس تعرف المعلومة، وان شاء الله تستفاد بيها، والتغيير او النتيجة توصل لاكبر كم ممكن من الناس ان شاء الله. دلوقتي عندنا مشكلة بتقابل ناس كتير قوي في عضلة التراي وعضلة الصدر. فدلوقتي هنتكلم على عضلة التراي وهنتكلم على عضلة الصدر وعلاقتهم ببعض، وهناخد برضو الكلام اللي احنا هنقوله على التراي والصدر هنطبقه على اي عضلة في الجسم ان شاء الله. اول مشكلة، مشكلة الصدر. انا يا دكتور ما بعرفش ازود وزن في تمرين الصدر. بشيل في الظهر كويس، بشيل في الكتف كويس، اجي عند الصدر ما بعرفش اشيل وزن كويس في الصدر. ايه العمل او اعمل ايه بالظبط؟ بص يا سيدي، عشان يعني اللغز او رقم واحد عشان تشيل وزن كويس في الصدر، او وزن تتقل يعني وزن في الصدر، ان يكون عندك ترايسبس قوية جدا، يكون عندك عضلة ترايسبس حجم وكتلة كبيرة. طيب، يبقى انا عشان اشيل وزن او احسن مستوى اوزاني في الصدر لازم يكون عندي ترايسبس قويه وكبيره. نخش بقى على ترايسبس ونرجع للصدر تاني. ترايسبس ازاي اقويها او اكبر حجمها؟ ومشكله الترايسبس اللي عند الناس كتير، ووجع الكوع اللي بيقابل ناس كتير خصوصا في البدايات. دلوقتي عضله التراي طبيعي في جسمنا عادي اضعف من البايسبس، بسبب ان شغلها او التحميل عليها اقل بكتير قوي من البايسبس. البايسبس شغاله معاك في اي حاجه، بتشيل، بتحط، بتتني، بتفرد، شغاله معاك على طول البايسبس. الترايسبس في العادي في اي انسان عادي، دكتور، مهندس، نجار، بياع، اي واحد بيشتغل او عايش حياته عادي، البايسبس بتشتغل اكتر من الترايسبس، فبالتالي بيكون حجمها وقوتها اكتر. تيجي تنزل الجيم تلاقي ضعف اداء وضعف حجم في ترايسبس، خصوصا ضعف الاداء، بتحس ان انت مش عارف تشيل وزن كويس في التراي، مش عارف تلعب كويس. طيب، ازاي اعالج مشكلة التراي؟ وانت بتلعب تراي، اوعى اوعى خصوصا في بداياتك، في بداية مشوارك في الجيم، او لما تكون مريح بقالك كتير قوي، فترة طويلة، شهرين، ثلاثة او اكتر، وتيجي ترجع، اوعى في الترايسبس تفكر في الوزن اطلاقا. سيبك من الوزن خالص في الترايسبس. ممكن تعمل احلى عضلة ترايسبس، واللي هيحطك على الطريق بتاع العضلة التراي تبقى 10/10 هو الاداء. ممكن تعمل اقوى عضلة للترايسبس بوزن متوسط، اللي هو مثلا في الفرنساوي بتتكلم من 10 12 كيلو، بالكتير 15 كيلو. في البلاطات بتتكلم في اخر 5 بلاطات، وتعمل احلى عضلة ممكنة. ليه؟ التراي عضلة اداء. بتشوفها على الصفحة لما بنزل وبكتب على تمارين معينة، دي تمارين أداء وتمارين أوزان، مش تمارين أوزان. خلوا بالكم يا شباب، وأنت بتلعب التمرين ده تركز على الأداء، ما تركزش على الوزن. هنا بقى الترايسبس كلها من أولها لآخرها عضلة أداء. أي تمرين في ترايسبس أنت بتفكر وبتركز وبتبص على الأداء قبل ما تبص على الوزن. بتلعب فرنساوي، بتلعب مقلوب، مسطرة، بتلعب مسطرة ضيق، ايا كان، سيبك خالص، ما تشغلش بالك خالص انت هتحط وزن كام، واشغل بالك انت ازاي هتلعب صح، والتكنيك بتاعك صح قوي. طيب، في ناس كتير بيجي لها مشكلة وجع في الكوع وترقعة في الكوع وهم بيلعبوا الطاير. وجع الكوع ده حاجة مشهورة، وده معناه ان انت عضلة الطاي بتاعتك ضعيفة، وعضلة الطاي دي هي اللي مغطية الكوع من ورا، فبالتالي طالما العضلة ضعيفة، بالمفصل بتاعك بتحس فيه هتحس بيه شوية وجع. ازاي احل مشكلة الوجع، وازاي احل مشكلة الطرقعة؟ الاتنين دول لازم تسخن فيهم كويس قوي. الحل بتاعهم انك تسخن كويس قوي قبل ما تلعب طرقعة. تسخن اللي هو تسخين حر، تتني وتفرد ايدك من غير وزن خالص، وبعد كده تسخن على الكيبل بالهاند، تتني وتفرد وتتني بوزن خفيف، بلاطه ولا حاجه. تعمل تسخين للترايسبس بس 5 دقايق على الاقل. سخن كوعك لغايه لما كوعك تحس فعلا ان هو سخن، مش سخن كلمه مجازيه، لا، تحس فعلا الدوره الدمويه خلاص وصلت للكوع والكوع بقى سخن.
تيجي تلعب بقى بعد كده هتلاقي الطاقة قليلة جدا، وهتلاقي الوجع قليل جدا جدا. في ناس مشكلة الطاقة بتاعت الكوع زيادة عندها شوية، الناس دي اعرف ان انت مقصر في حق نفسك، في عادات غلط كتير بتعملها وكمان بتعملها بإفراط، فده هو السبب الرئيسي لطاقات الكوع خصوصا وطاقات المفاصل كلها. فانت اول لما تظبط الموضوع بتاع المشكلة بتاعت العادات دي هتلاقي الموضوع بيتحسن كويس. وطبعا لما نبدأ بقى نظبط التسخين بتاع التمرين يسخن كويس، وافكر في الاداء وما افكرش في الوزن، هتلاقي موضوع التراي اتحل تماما ان شاء الله. تمام. احنا دلوقتي عملنا عضلة ترايسبس محترمة قوية، هتيجي تخش على الصدر هتلاقي نفسك اوزانك زادت 5 ل10 كيلو مرة واحدة، من غير ما تشغل دماغك ومن غير ما تتعب نفسك. هتلاقي انت بس كنت بتلعب ب 15 و15 في البار، تلاقي نفسك بتحط 20 وبتحط 25 من غير ما تحس، لما تلاقي الترايسبس بتاعتك بقت قوية والحجم بتاعها زاد. تمام. ازاي بقى تعمل عضلة صدر محترمة؟ كان نصيحة أنا سمعتها بنفسي أو جات لي أنا يعني شخصيا، كنت محتاجها في الأول وكان الصدر يعني مضايقني شوية. فالنصيحة دي سمعتها من شخص أجنبي، بس يعني شخص كان متخصص يعني، كلمني واداني النصيحة دي، وأنا يعني فاكرها لغاية دلوقتي والحمد لله يعني نتيجتها كانت جميلة جدا ومن أقل فترة ممكن. فإن شاء الله أنا هوصلها لكم عشان تعملوها وبإذن الله تبقى حاجة جميلة. الصدر وأنت بتلعب سيبك خالص، انت نازل النهارده داخل تمرينه، في تمارين مثلا ديد ليفت ولا السكوات بتبقى نازل حاطط انا المره اللي فاتت لعبت 150، النهارده هلعب 200، عاوز اكسر البي ار بتاعي، عاوز اعلى بالوزن. فهتلاقي نفسك شغال مشغل نفسك يعني شاغل بالك بالوزن. عاوزك بقى في الصدر سيبك من الوزن خالص، الصدر كده انت نازل من البيت داخل على التمرينه بتاعتك، انت داخل تعمل كونكشن، داخل تعمل اتصال بالعضله، داخل تحس بالعضله وانت بتلعب صدر. عاوز تعمل صدر محترم وصدر كفاءة بجد، صدر يعني تحس كده انت شخص مميز بعضلة الصدر بتاعتك، خلي فيه تواصل بينك وبين الصدر وانت بتلعب، سواء بالدمبل او بالبار. كل طلعة وكل نزلة تحس بالعضلة بتاعتك، تلعب تفتيح وانت بتفتح تحس بكل ليفة عضلية بتتشد، وانت بتضم تحس بكل ليفة وهي بتتقفل. بتطلع بالبار تنزل تحس بالصدر وهو بيفتح، تطلع تحس بالصدر وهو بينقبض. تبدأ كل عدة وكل تمرين انت مركز انا بحس ايه والعضلة شغالة ازاي، تلاقي نفسك صدرك ده خلاص في خلال تمرينة في التانية بتشوف حاجات وبتشوف شكل وبتشوف حجم انت عمرك ما كنت تحلم بيه قبل كده. فتمرينة الصدر تمرينة اتصال، تمرينة احساس، حس بالعضلة واتفرج على نفسك، حس بالعضلة حس ان هي بتكلمك بتقول لك انا شغال اهو، انا لا انا التكنيك ده خلي بالك انت كده بتلعب غلط، انا مش حاسس ان انا مش شغال كويس، انا حاسس ان انا كتفي هو اللي شغال، حاسس ان انا بشيل وزن وخلاص، يبقى خلي بالك العب صح. اعمل اللي انا بقول لك عليه ده في تمرين الصدر، خلي فيه تواصل بينك وبين العضله، حسها وحس كل حركه. شوف نفسك بعد 4 تمارين بالظبط، يعني في خلال شهر انت بتلعب التمرين الصدر مره في الاسبوع، شوف نفسك بعد 4 تمارين بالظبط، شوف الحجم بتاعك وشكل الصدر بتاعك هيبقى عامل ازاي. وان شاء الله هتدعي لي وهتقول كتر خيرك يا شيفو، وان شاء الله هتلاقي نتيجه جميله باذن الله. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ازاي نحل مشكله الكوع، وازاي هي مشكله اصلا مشهوره وعاديه جدا بتحصل لاي حد. يبقى انا هسخن كويس قوي في التراي، في تمرين التراي ما اشغلش بالي بالوزن. التراي عمرها ما تطلع بوزن، هتطلع باداء. عندك الصدر عشان تعمل وزن تزود فيه وزن لازم تخلي عندك عضله تراي قويه، عشان تمرين الصدر هي تمرين بوش. تمرين البوش ده هو بيعتمد على قوه التراي وبيعتمد على التراي في الاساس. فطالما هنعمل عضله تراي كويسه يبقى هنزود وزن في الصدر كويس. وزي ما قلت لك حابب تعمل صدر مميز، حابب تعمل صدر جميل، لازم يكون تمرين الصدر بالنسبه لك تمرين تواصل وتمرين اتصال. ساعتها صدقني ان شاء الله هتلاقي نتيجه ممتازه وحاجه ممتازه ان شاء الله تفتخر بيها وتنبسط بيها ان شاء الله. شكرا ليكم. معلش طولت عليكم بس انتوا عارفين ان انا بحب اقول كل حاجه باستفاضه وبشرح كامل. ان شاء الله الناس تعمل بالكلام ده وباذن الله هتلاقوا نتيجه كبيره ومرضيه جدا. لو عجبك الفيديو ما توقفوش واعمل شير، ولو في حد من صحابك بيضايقه مشكله الكوع او مشكله التراي او مشكله الصدر اعمل له منشن خليه يشوفه ويستفاد من الفيديو. وشكرا ليكم ومعلش تاني اللي انا طولت عليكم، واحلى عاش العاش.